السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سنتطرق إلى موضوع الطلاق قبل الدخول. في الكثير من الحالات وبعد نشوء علاقة التعارف بين الزوجين التي تبدأ أساسا بفترة والخطوبة هذه هي مرحلة للتعارف بين كل من الطرفين، فنجد الكثير من الأشخاص ما يتسرعون إلى إبرام العقد المدني، يلجؤون إلى إبرام العقد الزواج أمام مصالح البلدية، وبعدها تظهر بعض المشاكل بين الطرفين قبل انعقاد الزواج، أي قبل الدخول بها. والدخول بها يعني في عرفنا قيام بالوليمة أو العرس أو أي تسمية يمكن إعطاؤها لهذا الزواج. فكما قلنا، بوجود عقد مدني مسجل أمام مصالح الحالة المدنية، وبعد نشوء هذه الشقاقات بين الطرفين، قد يلجأ أي طرف سواء الزوج أو الزوجة أو بالتراضي بينهما إلى طلب الطلاق قبل البناء، أي قبل الدخول. وهو طلاق شأنه شأن أحكام الطلاق الأخرى، فيحق لكل شخص إذا ما رأى استحالة نجاح هذه العلاقة الزوجية أن يضع حدا لها، وهذا برفعه لدعوى للمطالبة بالطلاق قبل الدخول. ومن بين الآثار التي تترتب على هذا الطلاق قبل الدخول هو في الصداق. فالمادة 16 من قانون الأسرة تنص على أن تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول. إذن عند الطلاق قبل الدخول تستحق الزوجة نصف الصداق، سواء هي من قامت بطلب الطلاق قبل الدخول أو الرجل هو من قام برفع دعوى الطلاق قبل الدخول. فهنا الزوجة تستحق نصف الصداق، فإن كان قد منحها الصداق معجلا فلا بد أن ترجع له نصف الصداق. وإن كان لم يقم، إن كان هذا الصداق مؤجلا، أي أنه لم يمنحها بعد قيمة الصداق، فأثناء النظر في دعوى الطلاق قبل الدخول يمكنها أن تطالب بنصف الصداق. فإن اختلف في تحديد قيمة الصداق فيكون الحكم بصداق المثل، يعني الصداق المتعارف عليه في تلك المنطقة. ولابد أيضا أن نفرق أن الصداق يختلف عن التعويض. الصداق هو حق مكفول ومقرر شرعا وقانونا، في حين أن التعويض مصدره الضرر. فمثلا أن شخص قام بعقد قيران أمام مصالح البلدية، واستمر هذا العقد لمدة 5 سنوات دون الدخول بزوجته، فهنا يمكنها أن تطالب بالتعويض عن الضرر لتفويت فرصة الزواج عليها، أي أنه طيلة 5 سنوات وهي تعتبر زوجته بموجب عقد مدني دون إتمام مراسم الزفاف. هنا الضرر. وتقدير التعويض دائما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي. أيضا بالنسبة للأثار المترتب عن الطلاق قبل الدخول هو كتابة اسم مطلقة قبل الدخول في شهادة الحالة المدنية. في شهادة الميلاد تدون عبارة مطلقة قبل البناء في شهادة الميلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال حذفها، وهذا ما يطالب به الكثير من الحقوقيات وجمعيات حماية المرأة للمطالبة بحذف
أو استصدار قانون يسمح للمطلق قبل الدخول بحذف هذه العبارة، والتي تؤثر على حياتها المستقبلية.